أرض اغتصبتها الثلة الضالة من شذاذ الآفاق والمنحرفين عقليا وإنسانيا، بعد أن باعتها أيادي الفساد لهم وعلى طبق من ذهب. وها أنتم تعيدون أرضنا المغتصبة بكل صلابة وقوة ورباطة جأش، بلا خوف يردعكم، ولا دنيا تبعدكم، ولا عوائل تنتظركم، بل لا أملك إلا أن أقف بين أيدي عوائلكم التي علت زغاريدها وتصفيقها من أجل أن تستشهدوا بين يدي الوطن، أو أن تنتصروا بعونه تعالى. فلا يرقب فينا الاحتلال أو الإرهاب إلا إحدى الحسنيين، وما نرقب بهم إلا الخسران أو جهنم وساءت مصيرا. أحبتي أيها الجيش البطل، أفرادا وضباطا ومراتب، حياكم الله جميعا، والشكر لكم من الله وليس مني على ما أقدمتم عليه من دفاع لا عن العراق وشعبه فحسب، بل هي معركة مصيرية دولية بين فسطاط الإرهاب والاحتلال من جهة، وفسطاط الحق والإنسانية من جهة أخرى. فيا أيها الجيش المقدام، سر وعين الله ترعاك، سر وعين الله ترعاك، ولا تلتفت لأي الأصوات التي تطالب بتهميشك أو إضعافك، كل العراقيين أبا حنونا، وعلى الإرهابيين وحشا كاسرا. وحافظوا على دماء المدنيين والعوائل، ولا تكن حربكم عشوائية لا تفرق بين أحد، فتلك ليست مدرستكم، إنما هي مدرسة الطغاة ودعاة الطائفية. نعم، إنها حرب الجيش والقوات الأمنية مع الإرهاب، وليس حربا طائفية لنزج بها الوقحين والطائفيين. وعلى كل العراقيين مساندة الجيش والانضواء تحت رايته وإمرته، فإننا لا نريد لحرب تحرير الموصل أن تكون بنظر الآخرين حربا طائفية بين طائفتين أو ما شابه، بل هي حرب حق مع باطل. ولا نريد معونة الاحتلال أو أي دولة أخرى. وعلى تركيا وأمثالها عدم زج نفسها وجعل العراق ساحة تصفي حساباتها أيا كانوا، سواء تركيا أو غيرها. فنحن مع أن تحرر الموصل بسواعد الجيش ومن التحق به من المجاهدين الذين لم يبخلوا بدمائهم من أجل نصرة الوطن. نعم، أنتم أيها الجيش العراقي فنيتم بالوطن، والفناء به سيخلدكم مدى الدهر. وعلى الشعب أن يدعمكم بكل الوسائل المتاحة له إعلاميا واجتماعيا، بل ولا يبخل عليكم بالدعاء في صلواته ومساجده ومراقده وحسينياته وكنائسه وأديرته ودور العبادة أيا كانت. فهذا أقل ما نقدمه لكم أيها الأحبة. ثم أوجه كلامي إلى أحبة الثائرين من أجل الإصلاح، وأقول لهم أيها الأحبة، صار لزاما علينا ومن باب الوفاء لجيشنا وتقديرا لوقفته الشجاعة في الموصل الحدباء الحبيبة أن نؤجل تظاهراتنا وملحمتنا السلمية أمام محكمة الساعة، لتتوجهوا ألوفا زاحفين نحو السفارة التركية لتسمعوا صوتكم، وبالطرق السلمية والأدبية من دون ما تعد عليها
أو على علم الدولة، وبهتافات موحدة وأخلاقية، لتدعموا بذلك جيشكم ومجاهديكم لتحرير الموصل من الإرهابيين ومن الترسانة التركية التي تجثم على أرض المحافظة، من دون ما احترام لأراضينا وسيادتنا. مع شديد الأسف، فهبوا وبنفس الموعد لتسمعوا صوتكم لتلكم السفارة، لتكون عبرة لكل من يظن نفسه قادرا على احتلال العراق وأرضه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم مقتدى الصدر.